نهار راح يا تومانة، قومي يخدمي على روحك وعبي الماء من البير. الشمس طلعت بنحمس الزميكة. عرفتوها تومانة؟ تومانة المرجر بيا النقدية اللي تعمل على روحها وتشمر على ذرعانها وتتوكل على ربي وتركب في اللي جا قدامها، كريتا، كرهبة، موتور، كار، المهم تقضي أمورها وتروح لدارها. حكينا على مشكل النقل العمومي، اليوم باش نحكي على تومانة والموتور. وين المشكل؟ وش فيها الموتور؟ توصلك وين ما تحب وقت ما تحب، لا تستنى كار ليفوتك النهار. أنا واحدة من الناس كيف تومانة، تمرجت وأنا نستنى فاش بنمشي، شكون بيهزني، خاصة كيف يبدأ مولابيتي يخدم. لقيت حل مبدئي، المهم نقضي أموري وهو الموتور. اي نعم، موتور. قعدت سنين وانا نخمم كيفاش بنسوقها، كيفاش بندير، بالك العباد تشوفها غريبة، بالك ما نقدش روحي، وهاني توا نسوق فيها. لا صار لي شيء ولا يهمني في دوي الناس، لا يقدم ولا يقضي الحاجة. كوني حرة كيف تومانة. الموتور ما هي إلا وسيلة، ومحلاك لا تستني حد ولا تعملي على حد. واليوم نسافي جربة ما عندهاش مشكل مع الموتور، اللي تخدم، اللي تقضي، اللي توصل صغيرها، اللي تمشي تتفرهد وتحوس تستعمل موتور ولابس ومرتاحة. أما ما ناش مسيبين حقنا في النقل العمومي اللي حكينا عليه معاكم في الحلقة الأولى من بودكاست سوجربة. وإن شاء الله على قريب يكون عندنا نقل يحترم حقوق الإنسان، نقل يحترم المواطن، نقل مريح ودقيق في مواعيده وسريع. سوقي الموتور، سوقي كرهبة، سوقي كريتا، انتي حرة، المهم تكوني مرتاحة. معكم فضيلة رياحي على منصة موجة.